وحاجه مهمه قوي 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 ان بجد اوعي تخافي تسمعي الحقيقه. يعني ايه؟ ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. انا اسمي سما. لو انتوا اول مره تشوفوني ان شاء الله تلاقوا ان الفيديو ده مفيد بالنسبه لكم وتتفرجوا على بقيه الفيديوز اللي انا عاملاها وان شاء الله تعجبكم. طيب، بما ان سن العشرينات سن مهم قوي، وهو السن اللي بيحصل فيه كل حاجه، سواء حاجه حلوه او حاجه وحشه، يعني سواء نجاح او فشل. لو ربنا كرمكم وعرفتوا تخططوا للمرحله دي صح، سواء في بدايتها في نصها في اي حاجه مش هتفرق، بس المهم تخططوا لها صح. بحاجه صغيره بس قبل ما نبدا، انا عايزاكم تكونوا عارفين ان مش عيب ابدا 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 ان انتوا تكونوا في العشرينات. يعني سواء 20 او 21 او حتى لو 5 او 26، مش عيب ان انتوا تكونوا مش عارفين انتوا عايزين ايه، او تحسوا ان انتوا تايهين شويه. الموضوع ده طبيعي جدا جدا يا جماعه، بجد عادي جدا. بس لازم يكون في صفه مهمه قوي فيكم، وهي صفه الفرق. عارفين الفرق اللي هو ايه؟ ان انتوا تكونوا بتدوروا ان انتوا تطوروا من نفسكم ازاي، وان انتوا تقعدوا مع نفسكم كتير قوي كده بالليل، تجيبوا ورقه وقلم وتشوفوا الحاجات اللي انتوا عايزينها. فبجد يا جماعه صفه الفرق دي لازم تكون موجوده، عشان هي لو موجوده انا اضمن لكم ان ممكن في يوم وليله تيجي في دماغكم فكره تبقوا حاسين ان هي دي الفكره فعلا اللي هتخليكم ناجحين جدا، الفكره اللي هتجيب لكم فلوس كتير. فبجد عادي انتوا ممكن تكونوا تايهين، بس لازم يكون عندكم الصفه دي، لان بجد هي في يوم وليله ممكن تنقذكم. خلونا نبدا في الموضوع على طول ونشوف الفتره دي ممكن نستغلها ازاي على قد ما نقدر. اول حاجه انا شايفه ان هي مهمه جدا جدا وبتعطل كتير قوي، ولا قدر الله لو ما كملتش الحاجه دي فبتقعد تعطل سنين كتير وما بتبقوش عارفين تعملوا موف اون خالص، وهي العلاقات. يعني انا شايفه ومن وجهه نظري ان العلاقات والارتباط والحاجات دي كلها ما تخلوهاش تاخد حيز كبير قوي قوي من وقتكم. بمعنى انكم بجد ما ترهقوش نفسكم في علاقه ملهاش لازمه، علاقه توكسيك، علاقه مش بتقدم لكم اي حاجه خالص خالص غير وجع القلب وغير الاحساس الوحش وغير الفشل بجد. لان العلاقات دي انا بحس ان هي عامله كده زي البحر، لو بجد انت ما بتعرفيش تعومي كويس يعني هتغرقي وانتي على الشط حرفيا. فانا من وجهة نظري بجد ان انتوا تعرفوا الاول انتوا عايزين ايه، وتعرفوا احتياجاتكم النفسيه ايه، وتعرفوا انتوا ناقصكم ايه، وتكملوه الاول بنفسكم، عشان لما يجيلكوا حد تبقوا عارفين بالظبط انتوا عايزين منه ايه. وما تدخلوش في اي علاقه وخلاص وانتوا ناقصكم كميه احتياجات كبيره قوي قوي قوي، فاي حد يجي كده وهو اصلا يعني اقل من الطبيعي جدا جدا ترضوا بيه وتحسوا ان ده الواو، وانا عايزه الشخص ده وهو كل حياتي وهو كل الكلام ده. بجد مفيش حاجه اسمها كده خالص. بلاش تكونوا مرتبطين 5 4 10 سنين، في ناس بتعمل كده وتبقى في الاول وفي الاخر ولا تحت اي مسمى، ولا خطوبه ولا ارتباط رسمي ولا اي حاجه، وناس حرفيا عمرها بيضيع. وبعد كده لما بيسيبوا بعض بيدخلوا في صدمه كبيره قوي قوي، لان هم مش متخيلين. يعني مثلا انا كنت اعرف بنت كانت مرتبطه بشخص بقالهم حوالي مثلا 7 سنين او حاجه شبه كده، وبعد ال7 سنين سابها وقعد يقول عليها كلام مش لذيذ وكلام مش احسن حاجه خالص وكلام مش فيها اصلا. ولو جيتوا سمعت حكاويها هتقول ان هي كانوا عايشين مع بعض كويس قوي قوي، وكانوا بجد بيحبوا بعض قوي. هو طلع في الاخر ولا ليه امان ولا اي حاجه، ولا اتخطبوا ولا اي حاجه، وهي دلوقتي في حاله صدمه كبيره قوي. يعني انا مثلا متوقعه ان هي ممكن تخرج من الحاله اللي هي فيها او تعمل موف اون بعد 3 4 5 سنين، فبكده تكون ضيعت احلى فتره في عمرها اللي هي العشرينات، اللي هي المفروض تبقى شخص ناجح فيها وشخص بجد عايز يعرف هو عايز يبقى ايه. انا عارفه ان المشاعر والحاجات دي مش بايد الشخص وكل الكلام ده، بس اللي بايد الشخص فعلا ان هو يبقى واخد قرار واضح وصريح ان هو مش هيدخل في اي علاقه توكسيك، مش هيدخل في اي علاقه ملهاش مسمى. العلاقه هي الخطوبه والجواز، اي حاجه تانية غير كده فهي تضييع وقت غالبا بجد ربنا مش هيبارك فيها. فانتوا دلوقتي خدوا القرار، لو انتوا في علاقه توكسيك او في علاقه مش بتقدم لكم اي حاجه خالص، بتقدم لكم حاجات اقل من الطبيعي قوي قوي، بس انتوا عشان حاسين ان انتوا ناقصين الحته دي فانتوا فيها لحد دلوقتي، بجد خدوا قرار. هو هيوجع في الاول بس بعد كده هتعيشوا بجد بقيت عمركم مستريحين جدا. تاني حاجه وهي اتعلموا مهارات بعيدا عن الشغل بتاعكم وبعيدا عن الكليه بتاعتكم. يعني مثلا انتوا لو في كليه طبيه اتعلموا مهارات ليها علاقه بالبيزنس، ليها علاقه بالمشاريع، ليها علاقه بالمجالات دي. لان بجد يعني انا كنت بتكلم مع حد من صحابي من قريب، هي كانت في كليه طبيه وكنا بنحسب ان هي بعد ما تتخرج هتشتغل بكام وكل الكلام ده. فلما حسبنا لقينا ان الموضوع يعني مش هيعيش حد، يعني حتى مش هيجيب له فلوس مواصلاته. فبجد لو انتوا في كليه سواء بقى كليه طبيه او اي حاجه، فانتوا لازم تعلموا مهارات بعيده خالص خالص عن مجال دراستكم، لان محدش ضامن زي ما قلت لكم، محدش ضامن الظروف. انتوا ممكن مره واحده الشغلانه بتاعتكم دي ما تبقاش جايبه لكم فلوس كويسه او فلوس كفايه ليكم، ممكن تبقى مره واحده خلاص قفلتوا منها خالص ومش قادرين تشتغلوها ومش قادرين تبداوا فيها. فانا من رايي ان انتوا دايما طوروا مهاراتكم، طوروا مهارات في حاجات كتير قوي. يعني دلوقتي الشغل ما بقاش ثابت زي زمان، اللي هو انا عايش طول عمري من اول ما اتخرجت لحد ما اطلع المعاش 60 سنه بشتغل نفس الحاجه. لا، الشغل دلوقتي بقى محتاج مهارات كتير قوي
قوي قوي، ولو عندكم المهارات دي هتقدروا تشتغلوا اي شغلانه حتى لو هي بعيده عن مجال دراستكم، حتى لو انتوا معكوش شهاده في الشغلانه دي. فبجد مجرد ما المهارات دي تكون عندكم انتوا هتعرفوا تشتغلوا وتبداوا في حاجات كتير قوي. يعني انتوا عارفين الناس بتاعت زمان كان ليها كده جمله مشهوره، لو حد بيفضل عامل نفس الحاجه وما بيشتغلش غير كده كانوا بيقولوا ان هو عامل شبه الطور المربوط في الساقيه، يعني ما بيعملش حاجه غير كده. فبجد حاولوا تتعلموا مهارات بعيده خالص عن مجال شغلكم، لان انا متاكده ان هي في يوم من الايام هتيجي وهتبقى طوق النجاه بالنسبه لكم. تالت حاجه وهي اتعرفوا يا جماعه على ناس كتير قوي قوي قوي، خلوا عندكم معارف في كل حته وما تتكسفوش، دي مش حاجه وحشه ابدا. ما تقولوش مثلا لنفسكم لا هو انا هعرف الناس عشان مصلحتي او الناس هيعرفوني عشان مصلحتهم. على فكره هي ما بقتش كده خالص. يعني دلوقتي اصلا في شغلانات او في مثلا لو انترنشيب او ستودنت اكتيفيتي يبقوا بجد بيتسالوا في الانترفيو اللي هو انت جاي المكان هنا ليه، فمن احد الاسباب اللي الناس بيرد عليهم بيقولوا ان احنا جايين نعمل معارف ونتعرف على ناس اكتر. فبجد مش عيب ابدا ابدا ان انتوا تعملوا معارف عشان تفيدكم في وقت من الاوقات. مش متخيلين الموضوع ده بيفتح السكك في حاجات كتير قد ايه. فبجد مش حاجه حلوه ابدا ابدا ان انتوا ما تبقوش عارفين غير اهلكم وغير شويه الصحاب اللي معاكم، لا اتعرفوا على ناس كتير قوي في مجالات مختلفه باعمار مختلفه. ومش بقول لكم قربوا منهم وابقوا صحاب قوي قوي، لا هي حاجه اسمها معارف. يعني فتره العشرينات دي مش زي زمان بقى ان احنا كنا اطفال ما نعرفش اي حد غير اهلنا واصحابنا، ولو حد قرب مننا لازم يبقى صاحبنا قوي. لا عادي فتره العشرينات تبقى بجد معارف كتير قوي عشان يخليكم متاكدين بجد ان انتوا هتحتاجوهم في يوم من الايام. رابع حاجه وهي لازم يكون معاكم لغه. اللغه المطلوبه اكتر في مصر والمتعارف عليها هي الانجليش. فبجد حاولوا على قد ما تقدروا ان انتوا تطوروا الانجليش بتاعكم. لو انتوا عايزين تعلموا لغه مختلفه اعملوا ده، بس المطلوب اكتر في مصر هنا والمتعارف عليه هو الانجليش. رغم ان في لغات تانية بتبقى الشغل بتاعها اعلى او مرتبه يعني اعلى من الانجليش اللي انتوا حابينه، بس الانجليش بجد هو حاجه اساسيه جدا جدا. مش هتعرفوا تسافروا اي بلد من غير ما يكون معاكم اللغه دي، ومش هتعرفوا حتى في مصر مش هتعرفوا توصلوا لشركات كبيره او حاجات اعلى من غير ان الانجليش بتاعكم يكون كويس. وبجد يا جماعه يعني هي مش حوار مظاهر او كده، بس فعلا الشخص اللي معاه انجليش دلوقتي في مصر يعني بيرفعوا له قدره قوي. وبجد الوضع هنا بقى للاسف يعني حته ان الناس بتشوفك كويس او الناس بتقدرك اكتر لو انت معاك انجليش كويس واللغه بتاعتك كويسه. يعني بجد هيرفعوا مكانتك قوي قوي بصوره انت مش متخيلها مجرد انك بتعرف تتكلم انجليش كويس. النقطه اللي بعد كده يا جماعه وهي دور الضحيه. يعني دور الضحيه ده متعب قوي قوي ومرهق قوي قوي على المدى الطويل. انتوا بجد لو عشتوا دور الضحيه لفتره كبيره قوي ولا هتعملوا اي حاجه ولا هتنجحوا ولا هيبقى عندكم حتى خطه لاي حاجه جايه كويسه. ليه؟ لان دور الضحيه يا جماعه بجد بيخلينا ان احنا مستسهلين، اللي هو سهل نرمي كل حاجه على اللي حوالينا وسهل نتهم كل اللي حوالينا ان هم السبب في اللي احنا فيه. انا ما عنديش مشكله، ممكن فعلا يكون الناس اللي حوالينا اثروا علينا او اثروا على شخصياتنا، ده كده كده حاجه حقيقيه انا مش بنكرها. بس الفكره بقى فينا احنا، مجرد ان احنا خلاص عارفين ايه مشكلتنا، مجرد ان احنا عارفين ايه نقطه ضعفنا، لو ما حليناهاش فالمشكله بتاعتنا احنا دلوقتي بقت المشكله بتاعتنا مش مشكله الناس. فان احنا نقرر ان احنا نعيش دور الضحيه عشان بس ما نبقاش نتعب نفسنا او عشان ما نقومش او عشان احنا عارفين ان النجاح بجد عايز فرق او عايز يعني اراده قويه، فنقوم مستسهلين وعايشين دور الضحيه وما نعملش اي حاجه. يا جماعه الموضوع ده بيأخر قوي قوي، وهتلاقوا نفسكم عندكم 29 او 30 سنه وانتوا ما عملتوش اي حاجه بسبب بس ان انتوا عايشين دور الضحيه. النقطه اللي بعد كده وهي نقطه يا جماعه خطيره قوي قوي قوي، وهي فكره ان انتوا تبقوا عايشين في دور انا الوحشه، انا اللي ما استاهلش اي حاجه حلوه، او انا اللي شكلي مش حلو، او انا اللي قدراتي ضعيفه، فتحسوا طول الوقت ان انتوا مش كفايه. فالاحساس ده يا جماعه بجد كارثي، لان هو مجرد ما الاحساس ده يتمكن منكم وتبقوا فعلا مش شايفين اي حاجه غير الحاجات دي، غير ان انت شخصيه مش حلوه او ان انت شكلك وحش، هتبقى يعني زي الحفره كده هتقعوا فيها ومش هتعرفوا تقوموا منها بسهوله، هتبقى محتاجه وقت. فبجد يعني انا من رايي ان مفيش حد وحش يا جماعه. يعني انا بجد لو اقدر في كل فيديو اقول كده هعمل كده، لان انا مقتنعه اقتناع تام ان مفيش حد وحش، مفيش حد جسمه مش كويس، في حد بس بيعرف يختار ايه او يعرف ما يختارش ايه المناسب ليه وايه اللي مش مناسب ليه. حتى لو يعني شخص مثلا عايز يخس عايز يخلي شكله احلى، هو بجد يقدر يعمل كده زي ما غيره قدروا كتير قوي، بس هو بيبقى مقرر ان هو عايز الحاجه السهله. فبجد اوعوا تعيشوا في دور انا الوحشه او انا اللي مستاهلش يا جماعه، لان صدقوني صدقوني مجرد ما الحاجه دي بتبقى في عقلكم يعني مش هتعملوا اي حاجه، بجد بجد مش هتعملوا اي حاجه حتى لو كانت بسيطه. مجرد ما تطلعوا من الدور ده ومجرد ما تقولوا لا انا استحق وانا استاهل، بس مش مجرد كلام بترددوه، لا بيبقى فعلا من جواكم مقتنعين بده، يعني سبحان الله كده ربنا هتلاقيه بيفتح لكم حاجات كتير قوي وبيفتح لكم فرص احسن كتير قوي، وانتوا عارفين تسلكوا في الدنيا وعارفين تمشوا، لان انتوا بتبقوا ساعتها واثقين في نفسكم. النقطه اللي بعد كده يا جماعه وهي ان شغلكم اهم حاجه في حياتكم. يعني
اوعوا تفضلوا شغلكم على اي حد تاني. يعني مثلا لو انت بنت اوعي تفضلي علاقه لسه بادئه او لسه يعني سواء خطوبه او اي حاجه انت داخله فيها، ما تفضلهاش على شغلك وما تفضلهاش على مستقبلك. ليه؟ لان كده كده العلاقات جايه جايه وكده كده الحب جاي جاي، بس الفكره ان انتوا لازم تاسسوا نفسكم. اهم حاجه بجد تكونوا عارفين انتوا عايزين ايه. ومرحله العشرينات دي واسعه وطويله وعريضه وكبيره، يعني بجد هتعملوا فيها كل حاجه انتوا عايزينها. بس هي فكره الترتيب. يعني مثلا انا كسمة كانت في حاجات كتير قوي بتاخر فيها، او في حاجات كتير قوي باجلها كتير قوي بسبب ان انا يعني مش برتب الامور في دماغي. فاهمين قصدي؟ يعني لما ترتبوا الامور في دماغكم بجد هتلاقوا الموضوع اسهل قوي قوي. وبدل ما تبداوا في الحاجه بعديها بسنه او بعد فتره كبيره، هتلاقيكم بتبداوا الحاجه خلاص النهارده طول ما انتم مرتبين دماغكم. فبجد يا جماعه مفيش اي حاجه مستاهله ان احنا نضيع عمرنا عشان شويه مشاعر. يعني بجد دي انا مسمياها شويه مشاعر. عارفه ان في ناس حساسه كتير وكده، بس يعني لا، دي مش سبب او ده مش مبرر. الشغل بجد يا جماعه اهم حاجه، والمستقبل اهم حاجه، والفلوس دلوقتي هي فعلا اللي هتوقفك على رجلك، وهي فعلا اللي هتخليكي تعملي كل حاجه انت عايزاها. واعرفوا ان في ناس بيبقوا عايزين يحطوكوا كده بالبلدي زي ما بيقولوا في يعني هم عايزينكوا جنبهم، ولا بتتطوروا ولا بتنجحوا ولا اي حاجه. هم فرحانين بكده عشان هم عارفين ان انتوا لو اشتغلتوا على نفسكم ولو فعلا طورتوا من نفسكم هتعملوا شغل كبير قوي قوي وشغل حلو قوي. فهم مش عايزين ده، عشان لما الانسان بيعمل شغل كبير ثقته في نفسه بتزيد، وبجد بيقدر يعمل حاجات كتير قوي هو ما كانش قادر يعملها، وهو الشخصيه الضعيفه اللي ما بتعملش اي حاجه. وحاجه مهمه قوي 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 ان بجد اوعي تخافي تسمعي الحقيقه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انت عارفه ان في حاجه في حياتك مش ماشيه بطريقه كويسه او كده، وانت حاسه ان انت يعني بتنكري الحقيقه او مش عايزه حد يقولك الحقيقه، عشان انت عارفه ان انت لو سمعتي الحقيقه دي هيطلع حاجات مش لذيذه، او يعني هتبداي تتصرفي وانت مبتبقيش عايزه تعملي التصرف ده. فبجد يا جماعه اوعوا تخافوا ان انتوا تسمعوا الحقيقه من اي حد، وجمدوا قلبكم، لان بجد الحقيقه دي هي اللي هتطوركم وهي اللي هتخليكم عارفين انتوا عايزين ايه الخطوه الجايه وتوصلوا لها. وبرده فكره زون الراحه اللي احنا بنبقى حابين نقعد فيها طول الوقت، ان احنا نبقى بنقعد على تيك توك 3 4 ساعات، ونقعد على انستجرام ساعتين 3، وفيسبوك ساعه، والحاجات دي كلها بيبدا ينزلنا كده في زون من الراحه. زون حرفيا مش هتخلص غير بعد سنين، غير بعد زي ما قلت لكم انتوا تلاقوا عندكم 29 سنه او 30 سنه وانتوا مش عارفين بجد تعملوا حاجه، وقعتوا كده في زون خلاص مش هتطلعوا منها. فبجد يا جماعه احذروا الموبايل والحاجات دي والسوشيال ميديا، لو ما استخدمتوهاش بطريقه كويسه هتضيع لكم فتره العشرينات وهتتبخر كده، ومش هتلاقوا نفسكم ان انتوا عملتوا اي حاجه. وبرده حاجه مهمه قوي قوي، فتره العشرينات فتره حلوه قوي قوي للمغامره. يعني لو انتوا عندكم فرصه انتوا ما جربتوهاش او فرصه اول مره تعملوها، اوعوا تخافوا ان انتوا تجربوها، سواء بقى رحلات سواء سفر سواء مغامرات سواء شغل اول مره تجربوه، حاجه كده بره يعني بره تفكيركم وبره الحاجات اللي انتم متعودين تعملوها. بجد يا جماعه ده انسب سن وانسب وقت ان انتوا تعملوها. يعني مثلا انا لما بيجيلي فرصه في حته او كده ببقى حابه قوي قوي ان انا اروحها، وفعلا لما بروحها بتفرق معايا كتير قوي قوي. ولما بقى بتعدي مثلا سنه عليها او كده بحس اللي هو يا بجد قد ايه انا فعلا كويس ان انا عملت الموضوع ده. وصوروا كتير، صوروا كل حاجه في حياتكم، لان بجد يا جماعه الصور دي او الفيديوهات والتصوير ده بجد بيخلي عندكم ذكريات كتير قوي في وقت ضيقه او في وقت خنقه في وقت ضغطه امتحانات او اي حاجه او ضغطه شغل. بتبداوا بقى تتفرجوا على الحاجات دي وتحسوا كده كانكم بجد لسه في قلب الموضوع ده دلوقتي. فبجد غامروا وسافروا واعملوا كل حاجه انتوا عايزينها، وبجد ما تضيعوش الفرصه دي. بس انا كده خلصت، يا رب يكون الفيديو ده عجبكم، ويا رب بجد تكونوا استفدتوا منه من كل قلبكم. وما تخافوش، كلنا في مرحله العشرينات بنبقى تايهين، بس المهم زي ما قلت لكم الفرق، وان انتوا ما تبقوش قاعدين كده وتبقوا بتعملوا كل حاجه عشان تلاقوا فعلا شغفكم وتلاقوا الحاجه اللي انتوا بتحبوها. قولوا لي في الكومنتس لو الفيديو ده عجبكم وعايزين افكار ايه تانية ان انا اعملها. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم الفيديوهات الجايه. باي باي.